أهلا وسهلا بكم في القناة. اليوم سوف نتحدث عن الشخصيات المشهورة العربية الأكثر طولا. أولا نبدأ مع أحمد البايض، لاعب الخفة السعودي الذي يتراوح طوله 196 سنتيمتر. يتميز بضخامة عضلاته وبطوله الفارع الذي ميزه في مجاله وساعده في النجاح والشهرة، وقد تم اكتشافه في برنامج يخت النجوم مما سطع نجمه. الشخصية الثانية هو بدر الهاري الذي يتراوح طوله 1 وثمانية وتسعون سنتيمتر. هو لاعب كينج بوكسينج مغربي، وقد نجح كثيرا في هذا المجال، وقد سطع نجمه نظرا لانتصاراته الكثيرة في المباريات، وقد شرف كثيرا المغرب والوطن العربي بنجاحاته. أيضا لدينا جمال بن صديق الذي يتراوح طوله 206 سنتيمتر، وهو أيضا لاعب كينج بوكسينج مغربي الذي أيضا نجح كثيرا في هذا المجال وسطع نجمه أيضا. كذلك هذا الشاب المغربي الذي تراوح طوله 240 سنتيمتر، الذي تخطى كل الصعاب والتنمر، وقد أصبح من الشخصيات الأكثر شهرة ليس فقط في المغرب بل في الوطن العربي. وفي الصورة هنا بجانب الفنانة السورية ليلى سمور. وقد أيضا هناك صورة لشاب مغربي آخر الذي يتراوح طوله 249 سنتيمتر، وهذا أيضا الشاب العراقي الذي تراوح طوله 148 سنتيمتر، وهذا أيضا الشاب المصري الذي تراوح طوله 156 سنتيمتر، والذي أيضا شاع صيته في مصر والعالم ككل. وهذا أيضا شاب من الصعيد الذي تراوح طوله 256 سنتيمتر، الذي عانى من الفقر والإهمال والتهميش.